سبب ارتفاع تكاليف الزواج. أول ما توصل تدور بنته يطمنك إن الفلوس اللي وفات كلمة، ويبدأ يسأل عنك وعن أصلك وفصلك وإيش كان قد عمك خالد أمك يشتغل وفين ساكن وكم معاكم غرف ومعاكم تنور سعود ولا تنور غاز ولا تشتروا روتي من المخبز، وينغبش ماضيك ويفحص حاضرك ويستشرف مستقبلك. وبعد ما يشوف إن كل شيء تمام وإنك مناسب جدا لبنته ينتقل إلى موضوع الفلوس، لأنها آخر شيء يفكر به. وزي ما قال بالبداية هي اللي وفات كلمة: مطلوب منكم يا ولدي 3 مليون قاطع مقطوع ولا شيء وفاء، إحنا بنوفي. 3 مليون إيش؟ هذا والفلوس آخر شيء تفكروا به؟ هذا والفلوس اللي وفات كلمة؟ راجع نفسك يا عم، نبدأ روحك. يا ولدي أنا درست وعلمت وأكلت وشربت. ما مو دخلني من هذا الخبر، يعني درستها على حسابي أو كيف؟ يا عم راجع نفسك، والله إنها جولة. أقول لك والله لو أنت على فلس 3 مليون وعادها قليل. ايش من قليل؟ اصلا بكم عاد تشتري لها ذهب؟ 700,000. طيب الباقي فين عاد تسرحها لو ما تقول ما تكفيش؟ احسب كم نشتي: حق ملابس، حق مكياجات، حق دهانات، حق عطورات، حق صابون وشامبو، حق صالح، حق فنان، حق كوافير، حق نقشه، حق غدا، حق لحم، حق ماء، حق سفري، حق امها، حق عمتها، حق خالتها، حق زفه، حق قري، حق ثامن، حق الشطه، حق البطه. يا عم اديها للحاصل الناصل حتى لو بزغانها شعر. انا عاد انا اتفهم من نفسي. اقول لك طير قرقرة بطونها، ايش يقول الناس علينا؟ يقولون صحباتها، يقولون بنات خالاتها، وما نكبناها الا هذا الشيء، انه جالسين نعيش عشان نرضي الناس او نهم ايش يقولوا علينا. يا عم لا تنسى ان الرسول قال: اقلهن مهرا اكثرهن بركه. يا عم لا تنسى انك اب، ما انتش قلاب، بنتك مش بضاعه او سلعه، والزواج مش صفقه تجاريه ضروري تتربح من ظهرها. اكبر ربح لك يا عم انك تحصل ابن ناس يحترم بنتك ويحطها بعينه. ايش تشتي بواحد يدفع لك 5 مليون ويرجع يعامل بنتك كانها جاريه عشان يحلل فلوسه او ينكد عليها عشان تطلب الطلاق؟ لا تنسى يا عم ان بنتك في ذمتك، وزي ما تنقي لابنك بنت ناس نقي لبنتك ابن ناس، ولو تدفع له أن هي عاد انا عزيز ادفع له. لا انا ما قصديش تدفع له من صدق، انا قصدي تشرط عليه مبلغ معقول. والحاجات اللي مال امها داعي مش ضروري تسويها. حاجات مال امها داعي مثل ايش يعني الكوافير ب50,000 او ب100,000 وبترول ومراعية وما تروح العروسة الا بعد العصر، وبالاخير تخرج مرنجة لا تدري وجهها من قفاها. هذه ما بش لامها داعي. شوية مكياج على شوية بودرة على شوية كحول بالبيت افضل ب1000 مليون مرة من الكوافير. وسيبك من كلام الناس. الصالة 200,000 وضروري تزكين قبل العرس ب4 أشهر عشان يحددوا لك بأي يوم يكونوا فاضيين. هذه ما بش لأمها داعي. سوي العرس بالبيت وسيبك من كلام الناس. الفنان ب200,000 أقل واحد ويجي يشتي لقات وما وابو قرن ودخان وبسكت وحليب آخر الليل، كأنك صدمته مش اديته يغني، وبالأخير يجي يغني لك عن صاحبه اللي غدر به: صاحبي ظالم أناني، ويدي لك الهم والغم. ما تخلص اليوم إلا والعروسة والضيوف قدهم مهمومين مغمومين وفيهم ضيق الدنيا. هذه ما بش لأمها داعي. 10,000 ريال ترسلها لأي فنان شعبي يسجل لها زفة باسمها، أحسن بمليون مرة من فنان النكد. وسيبك من كلام الناس. الماء والسفري مش ضروري تجيب كراتين بعدد الضيوف، وبالآخر نصين يروح للشحاتين والجهال. الملابس مش ضروري تشتري لها 20 فستان كأنها عارضة أزياء، لأنها أول ما توصل بيت زوجها ترجمهم كلهم بالدولاب، ومعظم وقتها لابسة روب أبو 2000 ريال. الغداء تعمل ب500,000، وبالأخير ما تسلمش من خبر الناس. اللي ما عجبوش المراق واللي ما عجبوش البسباء واللي ينتقد الخبز، ولو جاءوا كل شيء تمام والأكل كفيهم وما بش حاجة ناقصة قالوا هذا بينه بوق وقره. يعني ما بتسلم من كلام الناس والله لو تنزل لهم مائدة من السماء زي حق بني إسرائيل. عشان كذا يا عم شيل الموجود واعمل لبنتك عرس على قدر حالنا، وسيبك من كلام الناس. مش ضروري تخليني أروح أتسلف وأتدين من اللي يسوى واللي ما يسواش عشان أشياء كمالية ما لأمها داعي، وعشان كلام الناس. بالأخير لا أنت ولا الناس بتشاركونا هم الديون ومهانتها، إنما بنتك المسكينة. شيل الموجود يا عم عشان بنتك، عشان ابنك، عشان شبابنا، عشان بناتنا، عشان الحب، عشان الحلم اللي يموت بقلوب كثير من الشباب العاجزين عن دفع هذا المبلغ الكبير. تشتى الصدق يا ولدي، والله إن كلامك دخل قلبي، كلامك صح. الموضوع بسيط بس إحنا نعكرها على أنفسنا وعليكم، ونص الفلوس تجزع بحاجات ما لأمها داعي، فقط من جيز الناس وعشان الناس. هي هذا الموجود يا ولدي، وربك عايطرح البركة. وحقك يا عريس، حقك يا عريس.